عزيزي الاهلاوي، اخر اخبار مصابي النادي الاهلي عوده زيزو اخيرا للنادي الاهلي بعد ما كان مصاب الفتره اللي فاتت، واللي ان شاء الله هنشوفه في مباراه كهربة الاسماعيليه. الى جانب طبعا استمرار غياب جراديشار مع عوده محمد شكري اللي يمكن ما لعبش لان مع النادي الاهلي لغايه دلوقتي غير شوط واحد من اول الدوري، وده بسبب اصابته. ولكن الاهم محمد شكري يا جماعه لعيب ممتاز، لعيب باك شمال عصري جدا. على المستوى التغطيات الدفاعيه ممتاز، على المستوى الكروسات العرضيه ممتاز، والراجل رجله تقيله جدا وشفناه يمكن قبل كده مع سيراميكا كليوباترا كان مؤثر جدا. جراديشار الفتره هتطول لبعد التوقف باذن الله. كمان امام عاشور لسه معدلات شويه بعد التحاليل اللي بتتم له كل يوم لسه مرتفعه شويه، فالنادي الاهلي مش هيغامر بيه. نرجع للنادي الاهلي، محمد مجدي قفشه القضيه ممكن طبعا بعد ما كان عنده اصابه عضليه، ولكن الحمد لله تم يعني شفائه تماما منها. الى جانب ان محمد طاهر هيخضع لفحوصات طبيه واشعه لكشف مدى اذا كان يقدر يشارك مع الفريق ولا لا. كل التوفيق للنادي الاهلي فيما هو قادم، وان شاء الله ربنا يبعد عن اللعيبه كلها شر الاصابات.